السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم مما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجمعنا بكم في دار كرامته، إن الله على كل شيء قدير. يقول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يقول الله: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها وما أعده الله فيها لأوليائه وأصفيائه من خلقه، وهم المتقون. وصاحب التقوى هو من جعل بينه وبين ما حرم الله وقاية، لم يقترب من الحرام فجعل بينه وبين النار وقاية تحميه من عذاب الله عز وجل. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه عن التقوى وصفها بوصف جميل، قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل الخوف من الله، يردعك ويزجرك وينهاك عن المحرمات ويجعلك تراقب الله وتهرب من الله إليه. قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لا منجأ أيها الإخوة من الله إلا إليه، والذي يفر من شيء يهرب منه إلا الله، فإنك كلما تهرب منه تقربت إليه. والعمل بالتنزيل هو العمل بالقرآن والسنة النبوية المطهرة الثابتة، فلا هداية ولا توفيق ولا سعادة ولا نجاة من النار ولا دخول إلى الجنة إلا بالعمل بهما والتمسك بهما والدعوة إليهما، وإحلال الحلال وتحريم الحرام، والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية حتى تلقى الله. من ابتغى الهداية في غير كتاب الله وسنة رسول الله ما اهتدى وضل عن الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: قد تركت فيكم بعدي ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والرضا بالقليل أي القناعة بما كتب الله لك، والرضا بما وهبك الله إياه. والقناعة كنز لا يفنى، وما أوتي عبد مثل من رزقه الله رزقا كفافا وقنعه بما رزق. وعدم النظر
إلى الأغنياء والأثرياء والكبراء، لا تنظر دائما إلى الأعلى وإلى من فضل عليك في الرزق، بل انظر إلى الفقراء والمحاويج والمعاسير وأصحاب الحاجة الذي قد يبيتون ليلة بلا طعام. فجدير بك إن نظرت إلى هؤلاء أن تعرف قدر نعمة الله عليك، وأن لا تزدري نعمة وهبك الله إياها، وتحمد الله جل وعلا على ما رزقك. والاستعداد ليوم الرحيل، يوم الرحيل هو الموت، فالمؤمن دائما مستعد للقاء الله في أي لحظة، لأن الله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت ما ترك لصاحب عقل عقل ولا لصاحب لب لب. كلما تذكره الإنسان جاءه الفزع والخوف، يخاف من زلة قدم أو هفوة لسان أو ارتكاب خطأ. فالمؤمن دائما يستعد للقاء الله جل وعلا. ولو طرح سؤالا لك، لو جاءك ملك الموت هذه الساعة، وليس ذلك بغريب، فهل أنت مستعد للقاء الله؟ أو إن عندك شيء من الأخطاء والهفوات والغدرات والفجرات وما الله به عليم، لكن اصلح علاقتك مع الله وتب إليه قبل الممات، فإن الله جل وعلا يعفو عن السيئات ويقبل التوبات ويعظم الهبات ويكفر السيئات. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. من منا وصل إلى هذه المرحلة؟ عندنا آمال وأمنيات ليست لشهر ولا لسنة، بل لعشرات السنوات، وكلما مر بك العمر وتقدم بك السن وأنت تنظر إلى السراب الذي لن تدركه، لن ينتهي عملك ولن ينتهي شغلك إلا بموتك. فاستعد وكن غريبا في هذه الدنيا، والغريب لا يركن في أرض سفره، إنما هو يقضي منها حاجته ثم ينصرف عنها. وهكذا المؤمن، نحن لسنا من أهل الأرض أصلا، نحن من أهل الجنة. والله خلق أبانا آدم في الجنة، ولولا معصية أبينا آدم لكنا الآن في الجنة، ولكن آدم عليه السلام عصى ربه بمعصية واحدة فأخرجه الله من الجنة. ليس للغريب مستراح إلا في تلك الدار، إلا في الجنة التي وصفها الله في مواطن كثيرة من كتابه، ولا يمكن أن نحصرها في هذا المقام. ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة عجيبة، لكن المقام لا يتسع لذكرها.
يكفيك قول الله. قال الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قول الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما لا عين رأت، كل ما أبصرت من ما أودع الله من الجمال والكمال والثمار والنعم في هذه الأرض، إنما لك منها الاسم فقط، وليس في الجنة مثل ما في الدنيا. وكل ما سمعت من أماكن لم ترها ولم يرها بصرك، كذلك لا يمكن أن تصل إلى ما ستسمع في الجنة. بل كل ما خطر على قلبك من الأوهام والخيالات والتفكير لا يمكن أبدا أن تصل إلى حقيقة الجنة، لأنها دار كرامة غرسها الله جل وعلا لأوليائه وأصفيائه. معنى هذه الآية يقول: تجري من تحتها الأنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار تجري من تحت هذه الجنة، وأنهار الجنة ليست نهر واحد، بل هي أنهار متعددة. فيها أنهار من ماء، وفيها أنهار من لبن، وفيها أنهار من خمر، وفيها أنهار من عسل مصفى، وغيرها من الأنهار الجارية التي تجري ليلا ونهارا لا تنقطع، تجري من تحت قصورهم ومن تحت خيامهم، أكلها دائم وظلها، أي أنها لا تنقطع ثمارها مثل ما تنقطع ثمار الدنيا. ففاكهة الصيف لا ترى في الشتاء في الدنيا، لكنها في الجنة على مدار الوقت، شتاء وصيفا وفي كل الأوقات، أكلها دائم وظلها. الظل في الدنيا يقصر حسب سير الشمس، لكن الجنة لا شمس فيها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما فيها شمس، فظلها دائم. إذا جيت في الدنيا تحت شجرة سرعان ما تنتقل من حرارة الشمس وتأوي إلى ظل آخر حتى يقصر بك الظل. إنه نعيم الجنة، إنه الظل الدائم الذي لا ينقص ولا يتغير. هذه الجنة أيها الكرام جعلها الله خالية من المنغصات. الدنيا كلها كدر، مهما أعطتك ستأخذ منك أضعافا. لا تدوم فيها صحة، ولا يدوم فيها غنى، ولا يدوم فيها شباب، ولا يدوم فيها قوة، ولا يدوم فيها عز، ولا يدوم فيها ذل.
لكن الجنة كل ذلك دائم، نعيم لا يزول، وحياة بلا موت، وسعادة بلا نكد، وصحة بلا مرض، وحياة بلا موت، وشباب بلا هرم، وقوة بلا ضعف. هذه هي الجنة التي وعد الله عباده. وإذا أوعد الله أنجز. ثق تماما أن من سار نحوها وصل إليها. كل عظيم الظن بالله، والله وبالله وتالله من سار على ما رسم رسول الله إنه ليصل الجنة ولتطأ أقدامه تلك الأرض الطيبة، تلك الأرض التي ليس فيها تراب، تلك الجنة التي فيها القصور والأنهار والخيام المجوفة واللؤلؤ والمرجان والنعيم الذي لا يحول ولا يزول. يدخل أهل الجنة أبناء 33 سنة، يعني ما فيها شيابة ولا فيها عجائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت تبكي، فقال: أما سمعت قول الله تعالى: عربا أترابا؟ كلهم أبناء 33 سنة، رجالا ونساء، يدخلون كالبدر وكالنجم وكالنور الساطع. يقول عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة جرد مرد، جرد مرد مكحلين أبناء 33 سنة. جرد يعني لا شعر في أجسادهم، ما يحتاج يدورون مزيلات. جرد أي لا شعر في أجسادهم، مرد أي لا لحى في وجوههم، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء طوله. الطول 60 ذراعا، والشكل في جمال يوسف. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال، فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهليهم: والله لقد زدتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم كذلك، والله لقد زدتم حسنا وجمالا بعدنا. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة. متفق عليه. وورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنهم يكونون على طول آدم 60 ذراعا، وعلى صورة يوسف عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل
من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل. الله أكبر. يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. فقال رجل: إن الذي يأكل ويشرب لابد أن تكون له حاجة، يقارن الجنة بالدنيا، وين يقضي حاجته؟ في الجنة ما في حمامات. فهذا الرجل يقول: إن الذي يأكل ويشرب لابد أن يقضي حاجته. فقال صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر، وعرقهم رشح كرشح المسك. وأما النساء، نساء أهل الجنة، فالله عز وجل مثل ما أعطى الرجال أعطى النساء. وبنات آدم إذا دخلن الجنة يعطين من الجمال والحسن أفضل مما تعطى الحورية. قال الله تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. المطهرة هي التي طهرت من الحيض فلا تحيض ولا تبول ولا تنفس ولا يخرج منها مخاط ولا يخرج منها أي قذر ولا يصيبها ما يصيب نساء الدنيا. وكذلك تطهر أخلاقها، فتطهر من الأخلاق السيئة ومن الصفات المذمومة، ويطهر لسانها من الفحش والبذاءة. والنساء المؤمنات أفضل وأكرم وأجمل من الحور العين، وهي شابة دائمة لا يلحقها الهرم ولا يلحقها المرض ولا يلحقها الموت، هي شابة دائما، وهي كذلك بكر دائم لا تنفض بكرتها. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وقد يجمع الله جل وعلا الرجل بامرأته إذا كانا صالحين، ويجمع الله المرأة بزوجها، ويجمعهم كذلك بأبنائهم إذا كان هذا البيت بيت دين وتقوى وصلاح، فإن الله يجمع أولهم وآخرهم في الجنة وكبيرهم وصغيرهم. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها، بس جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والحديث أيها الكرام عن الجنة يطول وتشتاق له النفس وترتاح له الروح، وتتمنى أن تنتقل من هذه الدنيا إليه في أسرع وقت. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يكفيك أن مجرد مكان الصوت لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
وأهون واحد في الجنة من له ملك مثل 10 أملاك من ملوك الدنيا، مثل ما يملك ملك من ملوك الدنيا. أضعف واحد في الدنيا وأقل واحد عنده مثل 10 مرات ما ملك ملك من ملوك الدنيا. لا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمكم الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بوالدينا في الجنة، وأن يجمعنا بأزواجنا في الجنة، وأن يجمعنا بأبنائنا في الجنة، وأن يجمعنا بأصحابنا وأحبابنا في الجنة، وأن يجمعنا بجيراننا وزملاءنا في الجنة، وأن يرضى علينا، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يدخلنا الجنة بسلام بلا حساب ولا سابق عذاب. قولوا آمين. اللهم ادخلنا الجنة بسلام بلا حساب ولا سابق عذاب. اللهم ادخلنا الجنة بسلام بلا حساب ولا سابق عذاب، إنك جواد كريم قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.